بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. جبنا بصل بقى عشان نخزنه. طريقة سهلة وبسيطة وهتوفر معاكي وتخلي البصل معاكي لحد آخر راس سليمة. زي ما انت شايفة كده جبت قماشة يعني قديمة عندي، رحت مقطعاها زي الحبال كده، وعملت كل شرش بالشرش بتاعه، ورحت ربطاه زي ما انت شايفة كده ان هو يبقى ايه، زي الكفة كده زي الميزان، وهعلقه في البلكونة زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطي عصاية قديمة عندك، اي حاجة قديمة عندك مثلا في زاوية، زي ما انت شايفة كده تحطي اي حاجة في زاوية كده على السورين، وهتلاقي معاكي علقتي بقى. شفتوا بقى الباقة الجميلة دي؟ باقة توم وباقة بصل. لازم طبعا الشمس تشوفهم، فانا حطاهم كده عشان الشمس ان شاء الله تشوفهم. لازم يعني الشمس، هو ما بيبقى في الشمس مش بيبوظ زي ما بيبقى على حاجة رطبة وهو متعلق كده كده كده. دي الطرق القديمة، الناس كانت بتعلق الشراش دي يعني ايه زي ما انتم شايفين كده بأي طريقة. هنعمل ايه معاكم النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل معاكم سجق ورز بسمتي، بس رز بسمتي مصري. هو الرز مش بسمتي، هو الرز مصري 100%، لكن احنا هنعمله معاملة الرز البسمتي. معاكي بقى حتة الزبدة الجميلة بتاعتك، او السمنة البلدي، لان في ناس بتقول على كده وكده. المهم يعني دي حتة السمنة البلدي. عايزة اقول لكم ان طعم السمنة البلدي بصراحة مخلي الاكل ما شاء الله في حتة تانية. ده سجق بلدي معايا برضو، بجيبه من عند الجزار. هو غالي شوية لكن حاجة نظيفة، ويعتبر بالنسبة للسجق، لان السجق بيبقى كله دهون، يعتبر ده يعني ايه مضمون نوعا ما عن بقية السجق اللي في السوق. طبعا بس ما شاء الله طعمه حلو قوي. عايزه افكركم ان هو كله توابل وبهارات، فمش لازم نكتر البهارات فيه ولا الملح. تكوني حذرة وانتي بتعملي السجق، لان بيبقى متبهر كويس مليان بهارات. لكن يعني دوت بصراحة يعني التست فيه معدول بصراحة يعني. فانتي طبعا بتنزلي حتة الزبدة بتاعتك. ما عندكيش طاسة، اعمليه في حلة، اعمليه في محشرة عندك، شوفي اللي عندك متاح اتعاملي بيه، وما تعطليش نفسك على حاجة. حتة الزبدة الجميلة بتاعتك، عايزة تحطي زيت براحتك، عايزة تحطي سمنة نباتي براحتك، اللي يعجبك حطي منه يا ست الكل. طبعا انا مقطعة البطاطس زي ما انتم شايفين اهو، مقطعاها طويلة. انت ممكن تقطعيها مكعبات زي ما تحبي، ممكن تقطعي السجق نصين، بس انا بحبه سليم مش بحب اقطعه. واللي بيقطع ياكل يعني، اللي يطلع مثلا حتة يقطعها ياكلها. دي طريقتي في عمل السجق. انا نسيت والله العظيم احط فلفل، لكن برضو طلع طعمه روعة ما شاء الله. طبعا ده كله بتديله تشويحة، بيفضل يتشوح. طبعا انت في الاول بتكوني معليه النار، لكن خلاص بقى حطيتي بهاراتك، حطيتي ملحك، حطيتي شفتوا انا مش مكتره بهارات، ملح وفلفل اسمر وكمون، ما حطيتش حاجه تاني، اي نوع بهارات تاني. والملح بتاعي اهو خلاص نزلت بيه، وههدي بقى عليه. ههدي عليه ليه بقى؟ لان هعمل رز جنبه، فانا محتاجه الصوص بتاعه. لا حطيت عليه ما حطيتش عليه اي نوع من انواع التوابل. كل اللي انا حطيته قدامكم فلفل اسمر وكمون وملح. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كانت الريحه مبحبحه وزي السكر. عايزه تحطي توم حطي، بس انا اكتفيت بان انا اقطع بصله من اللي انا كنت لسه مخزناها معاكم في اول الفيديو. طبعا ما تنسوش اخواتنا في فلسطين، يا تدعوا لهم وربنا ينصرهم ان شاء الله نصرا قريبا باذن الله، وفرح قلوبنا بنصرهم ان شاء الله يا رب. وما تنسوناش في الدعاء ان شاء الله، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم ان شاء الله عشان نكبر بيكم. طبعا هنا هعمل ايه؟ قلت لكم هعمل رز مصري، بس هعمله بطريقة الرز البسمتي. هتاكلي احلى رز، ولان الرز البسمتي دلوقتي مسافر يعني غالي جدا جدا. طبعا نفسنا في رز بسمتي، فطبعا لازم نعمل رز بسمتي ونتصرف. شغلي عقلك وشغلي امكانياتك اللي في البيت، هتلاقي نفسك بتطلعي احلى اكل احلى اكل احلى اكل. ما تلتزميش بالاكل اللي على النت. الحاجه المتاحه عندك وشايفه ان هي ممكن تليق عندك واللي طعمها بتحبيه، دخليها في الاكل وكلي، والف هنا وشفا على قلوبكم يا جماعه. طبعا البطاطس اللي في السجق، عايزه اقول لكم واخده طعم السجق، هي اصلا لوحدها تتاكل لوحدها، ويعني ما شاء الله طاجن في حته تانية خالص. طبعا انا نزلت بحته الزبده بتاعتي، وحطيت شويه زيت.
ممكن لو انت انا ما عملته هنا من غير شوربه ومن غير اي حاجه، عملته زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. حطيت بحط في صوص التوم دي بتطلع زي ما انتوا هتشوفوا معايا في اخر الفيديو زي الكريمه كده بتقزقزيها، حاجه كده يعني ايه، فل الفل. هحط الزبده بتاعتي وهحط التوم بتاعي سليم. ولو انت عندك شوربه بقى ممكن تقومي مسخنه شوربه، لو الشوربه بقى يعني دسمه كده ومظبطه نفسها، ممكن تقومي نازله بالرز بتاعك وتحطي حته السمنه بتاعتك ورشه زيت. ده لو انت تعملي، لو انت عندك شوربه، لكن انا ما عنديش شوربه فحبيت ان كله ياخد تشويحه مع بعضه عشان اللون يبقى جميل زي ما انتوا هتشوفوا معاكم. ونزلت بميه، دي مش شوربه، دي ميه عاديه من الحنفيه. ممكن تحطي مرقه دجاج لكن انا ما كانش عندي، حطيت رشه فلفل اسمر ورشه كمون ورشه توم، وخلاص كده الرز بتاعي كان خلص. انا اعتمادي هنا على الزبده الفلاح لان ما شاء الله جايباها المره دي جميله، وطعمها وريحتها جايبه اخر البيت بصراحه جميله جدا. لكن انت لو عندك شوربه حطيها تبقى معاكي ما شاء الله تحفه. لو انت عندك مرقه دجاج حطي هتبقى معاكي ما شاء الله جميله. وبس هتاكلي احلى رز بسمتي، وتاكلي احلى طاجن سجق بالبطاطس. ودي اكلتنا سهله وبسيطه، وتخزين البصل سهل وبسيط. اهم حاجه تعرضي لي الشمس، ميبقاش فيه عروق خضراء ولا اي حاجه، يفضل معاكي البصل ما شاء الله جميل وبيتعلق كده. ودي طريقه اجدادنا في تخزين التومه، مش تاخد معاكي مثلا مكان في الارض، هتعلقيها في جنب زي ما انت شايفه كده على زاويه، وتحطي خشب او اي حاجه قديمه عندك وتربطيهم زي ما انا ربطتهم معاكم في الشراش ورحت معلقاهم. بصوا بقى ما شاء الله الطاجن البطاطس بالسجق بيبقبق ازاي، حاجه كده فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم ان دي الطحينه اللي انا عاملاها في البيت برضو عملتها معاكم قبل كده في فيديو. والرز بصوا بقى ما شاء الله واحده من واحده، شايفين بقى واحده من واحده ازاي. وهوريكم دلوقتي التوم اما تطلعيه بقلبها كده وتقزقزيه ما شاء الله، حتى الاطفال عندنا بتحبه. طبعا دي حاجه مغذيه وحاجه يعني تخلي الولاد يكتسبوا مناعه. ودي كانت اكلتنا النهارده سهله وبسيطه. طبعا ما تنسوناش في تعليقاتكم، وما تنسوناش في اشتراكاتكم. يا رب دايما يكون محتوانا بيعجبكم، ودايما نكون نافعين لبعض يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.